الله يوفقنا وياكم إن شاء الله يا شباب. أسأل الله أنه يجمعنا في الجنة. طيب يا شباب، يعني الله أعلم يعني نتكلم قليلا إن شاء الله عن مخلوق عجيب. أسأل الله العظيم أنه كلنا يوصلنا إلى ذلك المخلوق، ألا وهو الحور العين. وما أدراكم ما الحور العين. شفتوا الإنسان سبحان الله أول ما يدخل الجنة وينظر ويرى الحوراء، تعرف ماذا يحدث له؟ يجلس، قيل أنه يجلس 40 سنة فاتح فمه، ما هو مصدق، يعني ما هو مصدق إيش هذا الجمال، معقول؟ ما معنى الحوراء؟ الحوراء هي التي يحار فيها الطرف، العين تحتار فيها، تنظر في ايش؟ وتخليها إما في شعرها ولا في عيونها ولا في خدودها، ولا أواصل ولا أقطع؟ أقطع خلاص. مشكلة عزوبية الشباب، دوخهم عزوبية بالبيت. طيب يا شباب تمام. وقيل الحوراء هي التي شديدة سواد سوادها وشديدة بياضها. تمام. يقول الله عز وجل عربا أترابا. ما معنى عربا أترابا؟ هذه لها 5 تفاسير. لا ما راح نديكم اياها كلها، ما اقدر، راح نديكم 3 ما عليك. 3 طيب ان شاء الله تكفي، والباقيات ان شاء الله في اوقات ان شاء الله ثانيه حنشفرها. طيب عربا أترابا أي شديدات الحب لأزواجهن. والإنسان طبعا من كمالات السعادة له أنه زوجته تصير تحبه، صح ولا لا؟ وبعدين المشكلة أنه في الجنة يعني ترى أهل الجنة كلهم جميلين، يمكن زوجتك تخرج من الجنة تتعلق بأحد. واضح؟ فالله عز وجل يعني سبحان الله لا يجعل قاصرات الطرف، يعني ما يملأ عينها إلا أنت. لو رأت أجمل الناس، فهي إيش؟ شديدات الحب وشديدات العشق، كذلك عاشقات، وشديدات إيش؟ الغنج، يعني مدلعات يعني إيش يا شباب؟ الغنج، إيش الفرق بين الدلال والغنج؟ الدلال هو التكسر في الكلام، لما يكون واحد عنده تكسر في الكلام. أما الغنج فهو التكسر في المشية. طيب يا شباب، عندها كم مشية الحوراء؟ عندها كم مشية؟ 70 مشية. 70 مشية يا شباب، كلها مشيات جميلة يا أحبتي الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ. هذا البيدخ حق التمشيات، بس لما تكون طالع تتمشى لابس مزبوط متجنتل، ها، لابس الحرير والسندس والاستبرق والبناجر الذهب. طبعا ما عاد عندك شعر. ايش في من الشعور في الجنة؟ عندك 3 أنواع من الشعر بس، فروة الرأس والحواجب والرمش بس، جردا مردا مكحلين، كحل رباني على جمال يوسف عليه السلام. ونفسيتك عال العال، ما انت تعبان ولا انت مهموم ولا انت مريض ولا انت خايف ولا انت متنكد ولا انت فتروح دحين راح تتمشى، تركب الخيل حقك في الجنة. ماذا يحدث للخيل؟ يطير. هذا الخيل عندما يطير تذهب إلى هذا، راح تتمشى دحين يمكن يوم خميس ولا ما أدري عاد، تضيع خميسك ولا تضيع قميصك ولا تضيع خميسك، الشباب يقولوا هذا عاد خميس الجنة. كيف؟ الله أعلم. لما توقف سبحان الله عند هذا النهر، هذا النهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافتاه القباب، قباب من الجواهر ومن الياقوت. في كل قبة يوجد هناك ايش؟ يا عمي وخر عني ايش العلة ذي. في كل قبة ايش؟ في كل قبة حوراء. أول ما تراها سبحان الله العظيم، طبعا لما تدخل طبعا ما في مشاكل ولا في دوريات ولا يعني، بس أي واحدة تشتهيها تمسكها مع معصمها، ويعني هكذا. الله يوفقنا إن شاء الله. طيب يا شباب، فيعني حقيقة هذا وصفهم الله عز وجل أوصاف كثيرة، منهم قاصرات الطرف،
منهم مقصورات في الخيام، منهم يعني أوصاف كثيرة وصفهم الله عز وجل، وصف بها هؤلاء الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة حوراء لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. وإن في الجنة حوراء يقال لها لعبة يتغزل فيها الحور العين. هذا عاد مشكلة عاد إذا كان الحور العين يتغزلن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن إحداهن نزلت إلى الأرض لملأت ما بين السماء والأرض من ريحها. الله أكبر. تخيل دحين واحد بخ عطر فتعبت الغرفة كله، عطر جيد ولا ما هو جيد؟ طيب إذا تعطر هو فالشقة كلها تعبت، ممتاز مرة. طيب إذا عبى مدينة كاملة معقول في عطر يعبي حارة؟ يعبي المدينة كلها. تخيل، ما هو بس المدينة، لا، اسمع، لملأت ما بين السماء، ولا قارة آسيا ولا كوكب الأرض ولا المجموعة الشمسية ولا مجرة درب التبان، لملأت ما بين السماء والأرض من ريحها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. واحد من الشعراء يقول يصف الحوراء، يقول: غادة ذات دلال ومرح، غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، زانها الله بوجه حسن جمعت فيه، خلقت من كل شيء حسن، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليث فيها منطرح. الأسد لو شافه يموت. زانها الله بوجه حسن جمعت فيه غريبات الملح، وبعين كحلها في غمدها، وبخد مسكه فيه رشح. هل ترى خاطبها يسمعها؟ يا شباب احنا خطاب الحور، هل ترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح؟ مرة تديك كاس خمرة، مرة قدح مدري ايش فيه، مرة وهي إذ تدير الكأس طورا والقدح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح. أحبة الكرام، هذه الحوراء لا نضيعها يا أحبة الكرام بشهوة محرمة في الدنيا. والله أحبة الكرام ما وراهم إلا الأمراض، هذه الشهوات المحرمة كالزنا واللواط، نسأل الله العافية، الأمراض الفتاكة. إذا رأينا أمراض التدخين فهذه أمراض أخطر يا أحبة الكرام من الإيدز، وأنتم تعلمون هذا الشيء. فإن شاء الله كلنا إن شاء الله نسعى أن نكون خطاب الحور. ألا يا لال، ألا يا بعدين إن شاء الله جميلين برضو. ألا يا لال يا لالي طرت في خاطري وبالي، ولا تسألني عن حالي إذا